تدرب فريق النصر الإماراتي الثلاثاء في دبي استعدادا للقاء سبهان الإيراني ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا بكرة القدم. يتصدر سبهان المجموعة نتيجة لانتصاره في المباراة الافتتاحية الأسبوع الماضي على النصر بالذات بهدفين نظيفين، وتمنى مدرب سبهان إيغور ستيماك تكرار النتيجة في دبي حتى تخفف عن كاهله الضغوط بعد 3 أشهر حافلة بالنتائج السيئة في الدوري الإيراني. أما النصر الذي يعود لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ العام 2012 فإنه يسعى لتعويض الهزيمة التي تكبدها في أصفهان، كما يأمل تعويض هزيمته ب5 أهداف مقابل 4 على يد الشارقة في بطولة كأس رئيس الدولة.